السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من التلفزيون. احنا اللي بنكسر العيب اللي معشش في نافوخ الشعب المصري، احنا اللي بنتكلم في العاهات الاجتماعية الغلط، احنا التلفزيون. للمرة التانية في وقت قصير جدا يتعملي تاج في حاجة عشان اتكلم عنها. احنا بصراحة ما كناش ناويين نتكلم عن الموضوع ده، بس ما قدرتش والله. فيديو احمد فهمي، مش ده، ايوه ده، ومراته، احنا خدناه كانه واجهه للمجتمع. ببساطه شديده كانوا مستضيفين احمد فهمي. يا ابني مش ده. طبعا انا مقتنع ان الحياه الزوجيه دي حاجه شخصيه، بس طالما طلعتوا في الميديا وبداتوا تقولوا افكاركم وارائكم للناس وازاي عايشين، فاحنا كاعلام من حقنا ننقد. تعالوا نفنط الفيديو. اول لما عرفته كان شرطه الاساسي ان انا ابطل الغنى، وانا طبعا سمعت كلامه وكان عنده وجهه نظر انا برضو كنت مقتنعه بيها، اللي هو الوسط مش لطيف، وانا اصلا خريجه اداب اعلام ولسه لقدام الطريق قدامك هيبقى حلو في الميديا. جميل جدا ان اي واحده تضحي بحلمها عشان تبني بيت واسره، وطبعا دي مش حاجه تافهه ابدا وما ينفعش حد يتفه منها، لان دور الست في البيت اكيد رساله مقدسه وما هياش حاجه تافهه ابدا. وبعدين اي ست ليها مطلق الحريه، يا تعمل كده يا ما تعملش كده. ده انت هتتلسوع من الستات ولا اي لسوعه؟ ما هو برضه ربنا ادانا عقل عشان نميز بين مين الراجل اللي ممكن الست تعمل عشانه كده، ومين الراجل اللي ما ينفعش ابدا الست تعمل عشانه اي حاجه اصلا. يعني ما يبقاش الراجل بيقول لك انت لازم ما تشتغليش ولازم تضحي بكل حاجه في حياتك لمجرد ان هو بس يحس انه سي السيد، وانت ماشيه وراه وتقولي اصل انا بضحي عشان بيتي. لا يا حبيبتي، انت كده بتضحي بشخصيتك وبكرامتك وهيتداس عليكي طول العمر. انا كنت مدرسه مختلطه وكان عادي جدا ان انا عندي صحاب ولاد، انتهوا طبعا خالص من حياتي اول لما عرفته. ما كانش عنده الكونسبت ده اصلا. كلام محترم جدا، على اساس يعني ان الراجل ده هو الراجل اللي بيغنيكي عن كل الرجاله اللي في الدنيا. هو كده كده اصلا اصحابك الولاد مش هينفعوكي بحاجه. كان فعلا بيعمل مشاكل في ناس من صحابه اللي هو يعرفهم، مثلا لو احنا قاعدين مع بعض على ترابيزه وانا بقول تاخد حاجه تاكل حاجه، ازاي انا اعزم على فلان؟ انت مالك اصلا وماله؟ لا بقى، انا حاولت اقف في صفك. يعني لو حضرتك عازم اصحابك في البيت هي ما تعزمش عليهم مثلا، طب ينفع تتكلم بلغه الاشاره عشان حضرتك ما تغيرش؟ طب ولنفترض مثلا ان حضرتك قمت دخلت الحمام، هي تتكلم معاهم ازاي؟ يا احمد صاحبك بيحط ملح في الشاي بدل السكر، بس انا مش عايز اكلمه عشان ما تزعلش. خلينا نتفق ان الست ما هياش شيء، ما هياش جماد، ما هياش فازه في البيت حضرتك بتحركها وقت ما انت تحب. يعني ما ينفعش تصحوا من النوم فمزاج حضرتك متعكر فتقول لها ايه ما انتش نازله الشغل، او يبقى حد مضايقك مثلا قبل ما تنام فتروح قايم رنينها علقه على الصبح. ودي امثله موجوده كتير طبعا. ده غير بقى اللي جوزها بيخرج من البيت ويروح قافل عليها الباب على اساس يعني ان حضرتك متجوز قطه ولا هي ممكن تاخد العيال وتهرب بيهم، ولا اللي جوزها مانعها من التعليم اصلا. ايه منعها من التعليم ليه يعني؟ سي السيد بقى اهو اي تحكم عشان يعوض النقص اللي عنده. انا اسف بس انتوا فعلا كستات انتوا الغلطانين، انتوا اللي قابلين تعيشوا في دور الضعيفه التي لا حول لها ولا قوه. الضعيف في الزمن ده بيداس بالجزم من اقرب الناس ليه. طول ما انت سلبيه محدش هيجيب لك حقك ولا حد هيعمل لك كرامه، لان انت اصلا اول واحده فرطتي بكرامتك بسلبيتك دي. لا تقولي لي ابويا ولا اخويا. وطبعا فكك بقى من جو ان شاء الله بكره احسن وان شاء الله الراجل هيتغير. لا بكره هيبقى احسن ولا حاجه، هي حياه واحده اللي بتعيشيها، عيشيها بكرامه احسن لك. كان غيرك اشطر. طب كل ده كلامها هي، اللي بجد كان مستفز جدا كلامه هو. ممكن ازاي اروح ميدان لبنان؟ انت عينيك حلوه خالص، ما تيجي معانا؟ بصراحه الموضوع يستحق الغيره. لا ما ينفعش تعملي كده علشان مش عارف ايه. ما ينفعش تسالي واحد عن الطريق وانا قاعد جنبك عشان مش عارف بصراحه عشان ايه، بس هو ما ينفعش وخلاص. وانا بدي دروس طول الوقت. الكلمه دي كارثه، ما ينفعش تعدي كده مرور الكرام. بتدي دروس؟ انت بتتكلم عن مراتك وعن شريكه حياتك، مش بتتكلم عن تلميذه عندك. ما هو لازم الراجل يحط سقف للست اللي معاه، يعني ما ينفعش الست تمرح. تمرح. هو قال تمرح ولا ده النت؟ لا قال. هو حضرتك متجوز حصان بيمرح؟ طب هو حضرتك مش عايزها تمرح ليه؟ معلش يعني هل هي مثلا بتمرح امرح منك فانت مش عايز تمرح على مرحها؟ طب ما نقدرش نقول ان الراجل خايف من نجاح مراته؟ ابدا ابدا يعني خالص، بالعكس يعني لو عملت حاجه ونجحت فيها بسبورت. احرجته فعلا، لان هو ده السبب الحقيقي. احنا كرجاله فعلا بنخاف من نجاح الست، بس طبعا ما ينفعش نقول كده عشان احنا وير اوبن مايندد ومتفتحين وبتاع، بس هي دي الحقيقه. الرجاله الشرقيين طبعا الا من رحم ربي بيخافوا من نجاح الست. احنا متربيين كده، متربيين على ان الست لازم تبقى رقم 2. احنا ليه ما بنحبش نعترف بالحقيقه؟ يظبط الطرق وهي تمشي براها يعني، بس برضه في الاطار اللي انت برضه بترسمه بالظبط. اذا كانت مرات احمد فهمي عايشه ده وهي مبسوطه، فانا عايز اقول لكم ان في ستات كتير جدا في مصر عايشه ده تحت ذل وقهر الزوج والاهل. اخر احصائيه رسميه اتعملت في مصر بتقول ان 32% من الستات في مصر بيتعرضوا للعنف البدني كل يوم وساكتين. 64% من الستات في مصر أميين عشان جوزها أو أهلها منعينها من التعليم
وبرضه ساكتين. تاني وعاشر ومليون البنات هم اللي غلطانين، انت اللي ساكته وانت اللي ما بتطلبيش حقك. لازم تتحركوا، لازم تعرفوا ان انتوا اقوى مما تتخيلوا. كفايه سلبيه، واوعي تسمعي لتهديدات جوزك او اهله، وبالاخص ما تسمعيش لتهديدات اهلك. لو ما عملتيش لنفسك كرامه وشخصيه ما تجيش تلومي الا نفسك. خديها بقى من لسان راجل صريحه. الراجل لما بيلاقي الست من غير شخصيه، يمين يمين شمال شمال، بيسوق فيها اكتر. العلاقه ما بين الراجل والست او الزوج والزوجه لو مش مبنيه على الاحترام والتقدير، والله العظيم قلتها احسن. اللي يقول لك احنا عايشين طول عمرنا كده والست لازم تستحمل، حطي صوابعك ال20 في عينه. ربنا خلق الست زي الراجل وحط لكل واحد دور، بس زي ما خلق للراجل كرامه برضه خلق للست كرامه. لو مقتنع بالكلام اعمل شير للفيديو وادعم فكرتنا التلفزيون اعلام هادف مش التلفزيون اعلام هادف. ان شاء الله يوم الاحد الساعه 8:30 حلقتنا اللي جايه. دايما وابدا معاكم من التلفزيون محمد مصطفى. سلام عليكم.